ولكن الذي أود أن أركز عليه أن عالمنا اليوم حقيقة، بالإضافة إلى ما ذكره أستاذ سعيد، يتعرض لثلاث هجمات عنيفة جدا. الهجمة الأولى نحو الإيمان نفسه بإحلال الإلحاد مكانه، ويدخل في هذا المجال أيضا تشويه الإسلام وجعل هذا الدين عوجا، يبغونها عوجا، تبغونها عوجا. في 6 آيات يريد العالم اليوم، لا يريدون الإسلام الذي أنزله الله، وإنما يريدون الإسلام الذي يكون معوجا، وهذا هو أخطر تحدي نواجهه اليوم، لأنهم يئسوا أن يقوموا باجتثاث الإسلام، وبالتالي يرضون بتحريف الإسلام وتشويه الإسلام بكل الوسائل، مرة بالعلمانية، ومرة بتحريف النصوص، ومرة كذلك بالإبراهيمية، ومعها مع الأسف الشديد بعض العلماء، وهكذا يراد أن تشوه صورة هذا الدين، وأن تشوه حقيقة هذا الدين. والصهيونية العالمية والماسونية العالمية وأعداء الإسلام يبذلون كل جهودهم في سبيل ذلك، ويجعلون من يفعل في هذا الطريق هو الذي أحب إليهم. وقد أشار القرآن الكريم، بل ذكر القرآن الكريم ذلك: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذن مفاجأة فورا لاتخذوك خليلا. ولكن الله سبحانه وتعالى هدد تهديدا شديدا من خلال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لكن الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات طمأن المسلمين بأنه لا يمكن أن يتحقق ذلك، فقال: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، إذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. من خلال معايشتي لرسائل النور منذ 42 سنة، حينما كنت في اسطنبول وحققت رسالة الإنسان والإيمان لإمام النورسي مع ترجمة لحياته من جهاده وجهوده، ونشر ذلك في مصر عام 80، والحمد لله وانتشرت هذه الفكرة في مصر. منذ ذلك الوقت أدركت سرا عظيما لمنهج الإمام النورسي، وهو هذا السر، وهو أن بركة رسائل النور تعود إلى القرآن الكريم، مصدر الإشعاعات والإضاءات والمعجزات المستمرة إلى يوم القيامة، كما قال الإمام النورسي نفسه. ومن هنا فإنني أتحدث عن تعزيز القواسم الإنسانية المشتركة ومخاطر التصنيف والإقصاء من خلال هذا المنهج النوري أو النورسي نفسه، أي من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة التي هي بيان لهذا القرآن. وقد كتبت في هذه المسألة كتابين، نحن والآخر، قدمه الاتحاد العالمي وقدمه أستاذ نجار، وكتاب آخر في نفس المعنى، سيدنا يوسف قدوة للمسلمين في هذا التعايش. وتوصلت إلى حوالي 12 مبدأ، بلا شك تتضمن عددا من هذه المبادئ التي ذكرها فضيلة الشيخ عصام. وتوصلت بقناعة كاملة إلى أن الإسلام هو الذي أعلن بحق مبادئ التعايش السلمي والسلام العادل الدولي، وأعلن حقوق الإنسان وكرامته قبل الأمم المتحدة، التي حقيقة أمم المتحدة نفسها لا تقوم على المساواة والعدل، لأن إحدى دول الخمس لها الحق أن تنقض
قرار 290 دولة من دول الأمم المتحدة، كما يشهد بذلك سعادة الأخ الحبيب وزير الخارجية السابق أستاذ غندور وكل السياسيين. إذن يكون طبيعيا حينما يكون المنطلق والمصدر الرحمة، يكون النتيجة والأثر مجتمع التراحم بين الإنسان جميعا، بل بين الإنسان وجميع الكائنات من الحيوانات والبيئة. Bir işin temeli rahmet olduktan sonra hem insanla olan ilişkisini, hem insanın diğer varlıklarla ve diğer mevcudatla olan ilişkisini rahmet üzerinden sağlamış oluyor. المنطلق الثاني المهم جدا وهو الأساس العدل، الذي كما يقول بعض العلماء كل مبدأ في المبادئ القانونية والتشريعية في الإسلام قد يكون له استثناء إلا العدل. العدل مطلوب في حالة الضرورة، العدل مطلوب في حالة الحاجة، العدل مطلوب في حالة الرفاهية، في جميع الحالات العدل ليس له استثناء. المبدأ الثالث من المبادئ الأساسية التي ينطلق منه الإسلام لتعزيز الروابط الإنسانية والمشتركة حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد كلمته، توحيد الله في خلقه. وبالتالي حينما تكون الأمة موحدة لله لا بد أن تكون متحدة في أعمالها وفي تصرفاتها. Üçüncü temel tevhid temelidir. Tevhid bütün ümmet Cenab-ı Hakk'a halis bir tevhide sahip olduktan sonra kendi amellerinde ve amellerin neticelerinde de birlik ve ittihat içinde olmaları gerektiğini gerekiyor. المبدأ الرابع أتجاوزه وهو أصولنا حيث نحن من تراب ثم من سيدنا آدم وحواء، وهذه الأصول تؤدي إلى القرابة البشرية كما نص على ذلك القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. قال ابن عباس: الأرحام هنا أرحام الإنسانية، فجميع بني البشر هم أقاربنا. أنا قد ألتقي بأخي الشيخ عصام بعد 100 جد مثلا أو 50 جد أو مش عارف كذا، وألتقي بالرجل في أوروبا ممكن. المهم كلنا أقارب. تركيز الإسلام على هذه القرابة لتعزيز الثوابت المشتركة. المبدأ الرابع كرامة الإنسان أتجاوزه. المبدأ الخامس مهم جدا وهو صناعة دوائر مشتركة للإنسانية جمعاء. 3 دوائر مهمة جدا يدور الإنسان المسلم من خلالها، وكل دائرة أو حلقة لها ميزانها حسب فقه الميزان. أول هذه الدوائر أو الحلقات حلقة الأخوة الإيمانية بالنسبة للمسلمين، وهي أعلى وأفضل وأكرم الحلقات، ثم ولها موازينها الخاصة. ثم حلقة أو دائرة أهل الكتاب كما حدث في سورة الروم كما لا يخفى على حضراتكم. ثم هاي الأهم دائرة البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة. Birinci daire veya birinci halka iman dairesi ve o temelden ve o düşünceden hareket etmesi gerekiyor. İkinci daire ehli kitap dairesi olduğunu düşünüyoruz. Üçüncü ise hakikati araştırma ve hakikati arama dairesi olması lazım olduğunu söylüyor. ودائرة البحث عن الحقيقة تجمعنا مع الملحدين بالمناسبة، مع الكفرة، مع الجميع في البحث عن الحقيقة، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بأسلوب راق جدا، وهو قوله: وإنا أي نحن المسلمين أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. الله أكبر. يعني نحن هنا الآية الكريمة لم يقل أنتم يا كفرة أنتم على باطل ونحن على حق، هذا كلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل لهم
تعالوا نبحث عن الحقيقة. قد تكونوا أنتم على حقيقة، حتى نحن لو مجرمون، لو كنا مجرمين اجلسوا معنا. شو هذا الحرص الشديد؟ وأنتم تعملون ونحن حتى لو أجرمنا. فلذلك هذه الدوائر الثلاث تجمع الإنسانية جمعا.